بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم في الفيديو ده عن موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو موضوع إيصال الأمانة. موضوع إيصال الأمانة هو موضوع مهم جدا جدا الحديث عنه. كثيرا من الأشخاص يقوم بالتوقيع على إيصال الأمانة، وفي أكثر الحالات تكون البراءة في إيصال الأمانة. ليه؟ هنشوف في الفيديو ده مع بعض. هتكلم عن إيصال الأمانة وهأذكر نص المادة 341 من قانون العقوبات. قالت المادة 341 من قانون العقوبات عن إيصال الأمانة؟ ذكرت أو نصت على أنه كل من اختلس مالا، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو نقودا أو بضائع أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجر أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري. ده نص المادة 341 من قانون العقوبات اللي بتتكلم عن إيصال الأمانة. طيب، إيصال الأمانة هتكلم إيه هو أصلا إيصال الأمانة؟ إيه التوقيع على إيصال الأمانة؟ التوقيع أو أقول إيصال الأمانة هو ورقة يوقع عليها شخص استلم مبلغا من أحد الأفراد بنية توصيله لآخر، فإن لم يقم بتوصيله إلى الشخص الآخر اعتبر مبددا وخائنا للأمانة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن عشان يكون وصل الأمانة قام بركنيه المادي والمعنوي، لا بد أن يقوم الشخص بتسليم مبلغ إلى شخص آخر، ويقوم هذا الشخص إلى توصيله لشخص ما. طيب، لو فقد إيصال الأمانة ركنيه المادي اللي هو المال، ركن التسليم، لو فقد الركن المادي وفقد الركن المعنوي اللي هو القصد الجنائي. يعني إيه قصد جنائي؟ يعني هو انصراف نية الجاني إلى إضافة المال اللي أخذه من هذا الشخص وإضافته في ملكه واختلاسه إضرارا بصاحبه، يعني ما وصلش المال ده للشخص، يبقى هنا في جريمة خيانة أمانة وتبديد بركنيها المادي والمعنوي. هنيجي للحالات، نتكلم عن الحالات اللي أنا هذكرها دي مهمة جدا. الحالات دي التوقيع فيها على إيصال الأمانة بيفقد ركنيه المادي اللي هو ركن تسليم المال، ويفقد ركنه المعنوي اللي هو القصد الجنائي اللي هو انصراف نية الجاني إلى أخذ المال وإضافته في ملكه واختلاسه إضرارا بصاحبه. يبقى أنا هذكر الحالات اللي الشخص لو قام فيها بتوقيع على إيصال الأمانة بياخد براءة فيها. إيه هي الحالات ديت؟ والحالات دي مهمة جدا. هتكلم عن 8 أو 9 حالات. أول حالة هتكلم فيها التوقيع على إيصال الأمانة على بياض، ودي أكثر الحالات شيوعا في المعاملات اليومية. يقوم الشخص بالتوقيع على إيصال أمانة. الشخص يقوم بالتوقيع على إيصال أمانة على بياض. يعني إيصال الأمانة ورقة فاضية بيقوم فيها الشخص بالتوقيع عليها، دي اسمها توقيع على بياض، مش مكتوب فيها أي شيء. التوقيع دوت بيؤدي إلى البراءة. يعني أنا بعد ما الشخص يوقع، لو قام الشخص برفع هذا الإيصال على الشخص الموقع بياخد فيه براءة. إزاي؟ دي الحتة المهمة بقى. يطعن الشخص في صلب إيصال الأمانة، ما هو الشخص بيوقع على بياض، بعد كده صاحب الإيصال بيقوم بإملاء هذا الإيصال. الشخص اللي وقع دوت بيطعن في صلب الإيصال بالتزوير في الطب الشرعي. الطب الشرعي فيه قسم اسمه قسم الأبحاث والتزييف. بيقوم الشخص بالطعن على صلب الإيصال
بالطعن بالتزوير في صلب الإيصال في الطب الشرعي قسم الأبحاث والتزييف. الطب الشرعي بيطلع تقرير بيقول إن ملء بيانات هذا الإيصال كانت في وقت لاحق، يعني بعد توقيع الشخص، وهنا الشخص بياخد في الإيصال دوت البراءة. ديت أول حالة، ودي أكثر الحالات شيوعا، اللي هي توقيع الشخص على بياض. زي ما أنا قلت بيطعن بالتزوير. الطب الشرعي قسم الأبحاث والتزييف، الطب الشرعي بيطلع التقرير بيقول لك إن صاحب هذا الإيصال قام بملء البيانات بعد التوقيع على هذا الإيصال، وبياخد فيه براءة. دي أول حالة، ودي أكثر الحالات شيوعا. طب إيه هي الحالة الثانية من الحالات اللي بتؤدي إلى البراءة في إيصال الأمانة؟ حالة إيصال أمانة بين طرفين. إيصال الأمانة عشان يكون إيصال الأمانة مضبوط لابد أن يكون أطرافه 3 أطراف. لابد أن يكون من 3 أطراف: مستلم ومستلم منه ومسلم إليه. يعني إيه؟ مثال للتوضيح: استلمت أنا إبراهيم أحمد محمد من حسين السيد حسين لتوصيلي إلى حسين السيد حسين. يبقى إيصال الأمانة هنا قام بين طرفين، وهذا مخالف لصحيح القانون، لأن إيصال الأمانة يقوم على 3 أطراف، أو يقوم به 3 أطراف وليس طرفين.